نبعدو واحد شويه من الميطال. في الاواخر ديال الستينات كانوا بزاف ديال المشاكل في امريكان، العنصريه، الاغتيال ديال جون اف كينيدي اللي مات سنه 1963 زائد الحرب ديال فيتنام. وسط هذا الدمار هذا وهاد العنصريه والطبقيه اللي كاينه بين عباد الله، بوب تيلا وجورج فيس جوج كتاب ديال الاغاني غادي يكتبوا اغنيه وات ا وندرفul وورلد خصيصا باش يغنيها لويس ارمسترونغ، واللي معروف ان صوته ما عمره ما غادي يتعاود. I see skies of blue. لويس فاش كان بغى يسجل الاغنيه في استوديو اللي كان هو خدام فيه ولا اللي كان مسيني معاهم، مدير استوديو لاري نيوتن كيرفض بحجه ان لويس خصو يسجل اغاني باب تيمبو، يعني اغاني يكون الريتم تاعهم طالع باش هكا يدخلوا ارباح اكثر، حيت الاغاني محركه بلا انه كيتمزك لهم ولا انهم كيتنشروا اكثر من الاغاني الانسانيه اللي هي ثقيله وكتوشي واحد الحاجه، فهادو فيهم الارباح نتاعهم قليله. الشيء اللي خلى لويس يسجلها بالتخبيه بعد الاتفاق مع بعض الناس، وحاجه نورمال. لاري فاش غادي يساق الاخبار ان لويس خدام على التراك غادي يبغي يحبس لهم الخدمه تما وما يخليهمش يكملوا الاغنيه، ولكن بوب واحد من الكتاب كيقدر انه يوقف لاري على هذا القرار هذا اللي كان باغي يدير وكيسجل الاغنيه بز منه. الانتقام ديال لاري كيكون فاش كيرفض انه يدير لهم برومو التراك اللي خرجوه، حيت كاملين عارفين ان المغني فاش كيخرج شي اغنيه يمكن تخرج وما يسيق لها حتى شي حد الاخبار، وهنا فين كتجي الخدمه نتاع الاستوديو، حيت هو اللي كيبروموتي وهو اللي كينشر وكيدوي مع الناس اللي عندهم لي بلاتفورم اللي عندهم بزاف تاع الحوايج باش انهم ينشروا ديك الاغنيه باش هكا كتوصل للمستمع وكيعرف باللي راه داك المغني فلاني راه خرج واحد الاغنيه، وهذه هي الخدمه نتاع الاستوديو ولا اللابيل. بسبب الرفض ديال لاري الاغنيه ما كتمشيش بزاف ولا ما كتمشيش بعيد في امريكان، ولكن في الجهه المقابله كتمشي مزيان في يوكي، زائد انه صوت رقم واحد في العديد من الدول الاوروبيه. الفيرس الاولاني من الاغنيه تاع وات ا وندرفul وورلد كيقول لنا لويس ارمسترونغ باللي green trees blue skies red roses، يعني ان الجمالين تاع هاد الامور هادو ولا كاينين شي حوايج راه كاينين قدامنا ما نحتاجوش نقلبوا عليهم في بلايص اخرين. وكيدخل الكوريس اللي تيقول فيه انا think to myself، يعني وقلت مع راسي ولا فكرت مع راسي what a wonderful world، باش يذكر راسو بجماليه العالم اللي حنا كاينين فيه ولا اللي عايشين فيه. في الفيرس الثاني كيبقى كيمدح في الطبيعه وكيوصفنا الجمال ديالها، ولكن كيفكرنا بانه راه كاين واحد الجانب ولا كاين الظلام في الحياه واللي حتى هو عنده واحد الدور في حياتنا. من غير ان الظلام كيفكرنا في القيمه نتاع الضوء، فانه يقدر يكون واحد الوقت سواء للراحه سواء باش الانسان يعاود يرتب الاوراق ديالو والاهداف ديالو ولا يراجع نفسه. في الفيرس الاخراني كيدوي على الفرق اللي كاين والاتحاد اللي خصو يكون بين الناس، ولا عطى التشبيه ديالو قوس قزح اللي كلشي كيشوفوا في السماء، اي اننا جميعا سواسيه، يعني ماشي غادي تشوفوا انت باش نشوفوا انا، لا راه غادي نشوفوا كاملين، يعني ما كاين حتى شي فرق بيني وبينك. زائد البلان تاع المصافحه نتاع الناس فين كيقول I see friends shaking hands asking how do you do but they are really saying I love you. بالنسبه للنجاح نتاع اغنيه What a Wonderful World فراه ما نجحات ولا ما تشهرت في امريكا حتى 1988 فين كانت الاغنيه في الفيلم ديال Good Morning Vietnam، وتمثل اغنيه What a Wonderful World وصلت رقم 32 في البيلبورد هوت 100. الاغنيه اولا واخيرا فهي باش تورينا وتعرفنا بقيمه والجماليه نتاع الاشياء اللي كاينه قدامنا واللي نقدروا نضمروها حنا راسنا، سواء بالعنصريه سواء بالحرب سواء بزاف نتاع الحوايج، وتخلينا نعرفوا انه راه كاين الزوين وراه كاين الخايب، وكل حاجه راه عندها حلاوتها وكل حاجه خصنا نحاولوا ناخذوها من الجانب الايجابي ديالها ونستغلوها لصالحنا. زائد ان الاغنيه كتبين لنا انه ما كاين حتى شي فرق لا بيني انا وبينك انت وبين واحد اخر، واننا جميعا راه سواسيه. هذا ما كان طلعوا.